ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليسوا بشرا خطائين مثلنا؟ أليسوا قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتمي بعقله إزاي يا أستاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وإزاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا أستاذ؟ ناكل بالعقل بالأصول. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصيل والنهم حياته هتفسد. بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في 6 ساعات. عايزين حاجة مفروشة من غير خلو ولا تأمين، وفي حتة كويسة وإيجارها معقول. يعني ماكسيمال 100 جنيه. مش نتيجة. ما تيأسيش. العمل اللي معمول له SSG السوبر سوف الجديد لانك اترمى تحت عمارة واتبنى عليه 20 دور. سبحان الله. يمكن تحصل لكم. عميقة الواحد يزعل على حاجة كانت في ايديه وراحت منه، انما يبقى غلطان لما يزعل على حاجة كان بيتمناها وما جاتش. أنا عاوزاني أقعد في المستشفى. تيجي حقنة مورفين. حقنة واحدة. يعني أنا مثلا ما يهمنيش أموت دلوقتي، ما يهمنيش أموت بعد 100 سنة. أنا يهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي.